سلام سلام البنات، مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده وانتم قاعدين تتفرجوا. انا راني فرحانه بزاف باسكو راني بارطاجيت معكم اليوم حوايج سهله جدا للمبتدئات، وان شاء الله تستفادوا كامل. وهيا معايا للفيديو. اول نصيحه اللي هي كيفاش ديري الكسره تاعك مدوره. تحكمي هاد الغطاء تاع المقله، تحطيه يعني جوست فوق الكسره تاعك. اكيد لازم يكون يجيك سوا مع الطاجين هكا باش يساعدك، وتجي القرصه تاعك قد الطاجين، وتستعمليه يعني تضغطي برك وتنحي وتحطيه بالطيب مباشره هكذا. ما تبقيش تمرضي في روحك بالكسره باش تجيك مدوره، وحتجيك اكيد مدوره. بورطون انايا الكسره تاعي كانت طريه بزاف بزاف. شوفوا زي ما جات الله يبارك، جات تهبل ومبسه وبنينه ما نحكي لكمش. العجينه اللي بقات لي درت هادو الضفيرات للولاد، ومن بعد رحت درت البروكلو تاعي اكيد حنديرو بطريقه تقليديه اللي نعرفوها كامل وتجي بنينه بزاف بزاف. ونعطيكم السر تاعو باش يجيكم بنين، هو انكم تحطوه يفور اكيد بعد ما تنظفوه وتغسلوه مليح، تزيدوا له شويه ملح وتحطوه. وهذيك لاصوص اللي تحطوه فيها ديروا كاس حليب، زوج عظمات ومعاه شويه ثوم، 3 سنينات ثوم. وتزيدوا التوابل اللي عندكم، التوابل تبقى مسألة اختيارية، وشي اللي عندكم تقدروا تحطوه. تقدروا تحطوا الكركم، تقدروا تحطوا الحمار، تقدروا تحطوا، تحبوا ديروا حار، تحبوا ديروا حلو كيما تحبوا. المهم التوابل تبقى انت واش عندك. المهم انا ما نشتيش توابل بزاف، على هذه درت غير الفلفل الكحل والتوابل تاع الشاورما اللي نحبهم بزاف بزاف، ومع شويه ملح. ومن بعد تزيدي تغرب لي هذيك الفرينه هكا باش تصفى لك وما يبقاولكش هذوك الحبيبات من بعد. غرب ليها كيما هكذا وتخلطيها في مع الوحده تاعك. شوفوا انايا نسيت وانا قاعده ندير في لا فيديو باسكو جديد عليا التصوير شويه، بقاو لي هذوك لي بول تاع الفرينه شويه بصح ماشي بروبليم. المهم كي تحبوا تتخلصوا منهم يعني خلطوا الفرينه مع الحليب باش تزيدوا البيض. ومن بعد بعد ما يتفور لك هذاك البروكلو تاعك، تحطيه في هذيك لاصوص اللي خدمتيها وتخليه يتشرب مليح، وانتي تضغطيه هكا بالفرشيطه باش كامل يتسرحى ويدخل هذيك لاصوص البنينه تدخل فيه كامل. وتقدروا تزيدوا كذلك الدبشه. من بعد تحطيه يتقلى يعني بالمغرفه، تهزي وتحطي يعني ماكش حتستخدمي لا شابلو ولا عظام ولا حاجه واحده اخرى، يعني مباشره الوصفه سهله وبسيطه. تحطيه يتقلى، تحمري للدرجه اللي تحبيها. انا نحبهم محمرين مليح. ها راكم تشوفوا في النتيجه وجاتني كميه كبيره، يعني هذه ربع الكميه اللي خرجت لي. هادو بيان سور يعني للولاد هكا باش يتعلموا ياكلوا شويه ماكله صحيه، باسكو كي نحطوه في المرقه وكل شيء ما يحبوش ياكلوه. يبقى نحطه له مقلي مع شويه فرماج. وانا ديما في الغداء ولا في العشاء نحط لهم تمر، باسكو هما كي ما يلقاوش الجي ولا الجازوز قدامهم يحبوا الحاجه الحلوه، يبقى يعوضوها بهذاك التمر اللي حطيته لهم. بالنسبه لي انا يعني الزوج كان ما كانش، وليت كليت شي اللي كاين، قليت شويه بطاطا وجبت الربيع يجري بيان سور مع كسرة الله الله وهذاك الخرشف، يعني بنين بنين بزاف. وريحة البليري ما نحكي لكمش، راه يتفحفح في الكوزينة تاعي، الريحة هايلة. المهم شوفوا هنا يا حبيبتي حبيت نمد لكم استيس، يعني كي تتكسر لكم حاجه كيما انايا كنت نغسل في الماعن تكسر لي هذا الكاس، ما تحاولوش تحطوها حاجه في بدون زبل هكذاك، حاولوا انكم تلموها في قاروره كيما هكا، تحلوها بالموس اي قاروره عندكم تاع جي ولا تاع الماء ولا، وتحطوا فيها هذاك الزجاج كامل هكا باش ما يتاداوش عمال التنظيف، باسكو مساكن راهم قاعدين يعانيو جراء الاهمال ولا مبالاه. يعني على الاقل لكان ما حطيتيش في قاروره حطيها في طرف قماش ولا، واقفلي عليها ربطيها مليح مليح هكا باش ما يتجرحوش وهما يهزوا حاجتكم في هذاك الزبل. بعد ما خلصت يعني التنظيف وكل شيء رجعت لروحي، وجدت حوايجي باش ندخل ندوش. بيان سور وجدت البيجامه تاعي، وجدت الشامبوا، السيروم تاع شعري، ستيك، البارفان. المهم
ومن بعدا وليت رحت قلت الواحد لازم يهتم بنفسه ويهتم بالنظافه الشخصيه تاعو. انا صراحه راني نعاني، وبزاف بنات راهم قاعدين يتابعوا في هاد لا فيديو، اكيد راهم كيفي اللي عندهم تكيس المبايض مهما راهم ينظفوا في رواحهم وكل شيء تلقاو هذاك الشعر حاشاكم تقول قاعدين تسقيو فيه، يعني تنحيه اليوم غدوه تلقاه يخرج. على هذه راني قاعده نستعمل في اللاسيغ بورطون عندي لاباراي وتنحي من الجذور، بصح لاسيغ يبان لي ينظف مليح مليح ويخرج الشعره خفيفه. يعني راح تولي الشعره خفيفه مع الوقت والمداومه. تبدا تنقص الكثافه تاع الشعر، يعني في جميع الجسم، ماشي شرط في اليدين برك. والطريقه يعني سهله، بعد ما تعجنيه كما كنت نعت لكم مليح مليح راح تستعمليه بطريقه عكسيه بعد ما تابليكيه على البشره تاعك، يعني حتنحي في عكس اتجاه الشعره هكذا، باش المبتدئات واللي ما يستعملوهش ولا ما همش متعودين ينحيوا به راح يعرفوا الطريقه الصحيحه. شوفوا يعني النتيجه راهي قدامكم بعد ما خلصت التدواش وكل شيء. ابليكيت هاد فازلين هذه دوريجين، يعني ابليكيتها يعني تغذي البشره وتعطيك هذيك النعومه. تقدري تستعملي اي كريم مرطب يساعدك، انا بالنسبه لي هذه ساعدتني بزاف. وشوفوا كيفاش البشره يعني ينقي، بالاضافه انه ينزع لك الشعر وينقص الكثافه تاعو، ينقيك من الجذور. يعني ما شاء الله النتيجة راهي قدامكم، شوفوا الفرق يعني كيفاش كنت وكيفاش وليت. هنايا ولادي سخفوا على البسيفور، وليت قلت واش فيها دوكا نوض نزيد ندير لهم. هيا درت لهم بسيفور، يعني عندي وصفة ناجحة وسهلة جدا ونستعملها ديما وناجحة معايا، ما تصوروش كيفاه، بمكونات بسيطة جدا، يعني ما فيها حتى مكونات هكا حتى شكيل ولا مكونات متواجدة في كل منزل. ودهنت البلاطو تاعي بالزبدة، وهذه كانت النتيجة، يعني جابنين بزاف بزاف. لصقته في النص بالكونفيتور ومن برا درت له الشيكولا. وهذا الباتيسري كنت خدمته بليله من قبل، كان في الفريجيدار وحبيت نبارطاجيه معاكم، نعت لكم يعني كيفاش. اذا حبيتوا الوصفه وعجبتكم حتى البتي فور وعجبكم هذا الباتيسري اكيد راح نبارطاجيه معاكم في الوصفات القادمه ان شاء الله. ونوعدكم بربي ان شاء الله شفاو لي مليح المقروض هذا راح تلقاوه في لا فيديو الجاي ان شاء الله. يعني مقروض ناجح 100%، بما انه جاي العيد ورمضان وكل شيء اكيد كامل نحوسوا على الوصفات الناجحين. هذا من بين الوصفات الجد جد جد ناجحين، باسكو المقادير مضبوطه والنتيجه 100% مضمونه وعلى ضمانتي، والصوره راهي تتكلم. وبقوا على خير، استنوني في لا فيديو الجاي ان شاء الله مع المقروض.